الأهم من إن الأهلي كسب بسهولة امبارح هو إن بدأنا نفهم مدرب الأهلي طرب عايز يعمل إيه. مبدئيا هو عايز يلعب إمام وتريزيجيه وزيزو مع بعض، وده اضطر يضحي بن شرقي. واضح ان هو خارج حساباته، بدليل ان هو ما نزلوش خالص، حتى يعني عمل 5 تغييرات وما نزلوش. و ولعب ورام ديانج ومروان عطية اللي هو مقتنع بيهم جدا، بالذات ديانج. وديانج فعلا ممتاز يعني. الحاجة التانية ان هو مش ما كانش مقتنع بفراوة الاهلي، سواء محمد شريف او جراديشار، بدليل ان مروان عثمان اول ما جه لعبه على طول بقى هو. وكانوا بيقولوا رسالة ده هيبقى مهاجم الاهلي خلاص الاساسي عندي، وجراديشار هيبقى معاه، لكن محمد شريف ده خلاص مش هيشمها يعني السنة دي. ادى احمد عيد بما انه دخله السكواد والماتش كان مريح، فاداله نزله اخر 3 4 دقايق، وده يعني حاجة كويسة. الحاجة بقى اللي عايز اتكلم فيها ان اتعرض عليه كهربا. كهربا يا جماعة، القادسية الكويتي كان متعاقد مع كهربا في اول الموسم، وفي يناير ده فسخ التعاقد من جانب واحد ومشى كهربا، اداله فلوس. وطبعا الكويت والخليج مش فارق معاهم بقى موضوع المستحقات، ما يعملوش عليهم هليله وقصه زينا، اللي مش عايزه بيمشيه ويديله فلوس وخلاص. فكهربا دلوقتي بلا نادي. كهربا كلم بعض الناس في الاهلي وتوسطوا له اللي عند طرب، فالراجل قال انا مش محتاجه في السكواد عندي. فبالتالي كهربا كده السنه دي من غير نادي. تحول 7 8 سنين من احسن لعيب في مصر الى واحد مش لاقي نادي يلعب فيه. ودي رسالة في الحياة مش في الكورة بس، ان ما تشتريش حاجة وتبيع حاجة وانت مش ضامن حاجة، عشان اللي هتشتريه ده هو اول واحد هيبيعك. ومش بتكلم عن الاهلي باع كهربا وكده، بالعكس الاهلي استحمله كتير على فكرة. بس الكورة كمان ما فيهاش، يعني الكورة ما فيهاش موضوع ان انا اشتريك واسيبك في النادي عشان انا. لكن الرسالة بتاع كهربا، الرسالة اللي ناخدها عبرة من موضوع كهربا، ان انت كلاعب كورة، الكورة هي اللي هتنفعك، لعبك هو اللي هينفعك. لا اهلي ولا زمالك ولا اي حاجة ولا برامج ولا ولا تحاول يعني تستقطب جماهير وتحاول تغيظ جماهير تانية. فاكر ان انت كده ده بيطول عمرك في الملاعب، او ده بيخليك موجود في الصورة. اهو اديك شايف يا كهربا، محدش النهارده فاكرك، محدش عايز يقول اسمك. وعرضوك على مدرب الاهلي قال مش عايزه، فقالوا لك مع السلامة، مش هنقدر ندخلك بالعافية. وده الطبيعي يعني، وان الناس ما بيعملوش حاجة غريبة. ف كهربا انت ضيعت نفسك للاسف. والله ما شماتة، بالعكس انا زعلان عليك، بس تستاهل كل اللي انت فيه. لا عملت فلوس، كل فلوسك دفعتها غرامات. لا لعبت كوره، لا بقى ما عملتش اي حاجه غير ان انت بطلت كوره بدري.